مساء الخير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ سوري، عفوا. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا بقى فظيع. شفتوا البطل ده ديك رومي. ديك رومي كبير بقى شويه، كان عندنا عزومه كبيره يعني. فانا قلت ايه اعمله كده واوريهولكم علشان تعرفوا في طريقتي، وبقى طعمه حلو قوي قوي قوي. جربوا الطريقه دي، هتلاقوه مستوي وجوسي جدا وفظيع، وكل اللي يدوق منه يقول لي تحفه. دلوقتي انا كنت غسلاه كويس، وبعد كده نقعته بقى في ايه، في المحلول اللي هو المعقم. زي ما انتوا شايفين، حطيت ملح وسكر وملح مجروش وليمون وعصير ليمون وخل، وطبعا كل التوابل اللي معانا دي قرفة وورق لورا حبهان اي حاجة، وسيبوه ليلة بقى. دلوقتي هنشوف التتبيلة بعد تاني يوم لما بات في المحلول بتاعه، محلول النقع. انا عندي بقى عصير بصل، عصير طماطم، كوبايتين زبادي. طبعا يعني التوابل خلوا بالكم، ده توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، معلقة عسل، معلقة معجون طماطم، معانا بابريكا مدخنة، معانا فلفل اسمر، معانا تاني ملح طبعا، و... ودي بهارات فراخ اللي هي المرقة، يعني لو عايزين تحطوا منها الباودر. هاخد مية البصل على مية الطماطم، انا مصفيها عشان عايزه العصير بس بتاعها، وهحط كل التوابل اللي انتوا شفتوها دي على الخلطه، وهنتبلها بقى ايه، وبعدين نقلبها كويس جدا 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 عشان هتبقى زي السائل كده. هحاول بقى ان انا اوريكم ازاي بتبل الديك الرومي، وازاي بخلي كل حته جواه، وكل حتة يعني تقطميها تلاقيها متبلة كويس جدا. انا دلوقتي بقى بقلبها كويس وبخلطها. طبعا انا جبت حقنة علشان حقنة كبيرة يعني، علشان انا احاول احقنه بيها، بس هي الحقنة كانت صغيرة شوية، بس حاولت وعرفت ان انا ادخل بيها ازاي. جبت خلة اللي هي بتاعت الشيش طاووق دي، وقعدت ايه اخرم الديك بيها كويس جدا جدا، من غير طبعا ما تغيري شكله. وبعدين في الاماكن اللي انا خرمت فيها دي بدخل ايه تحت الجلد بالحقنة كده عشان ايدي الطول السائل ده، لانه سائل زي ما انتوا شايفين، يعني سائل خالص. فهقعد بقى ايه، بصوا خرمت تاني علشان ايه اضمن ان التتبيلة والسائل دخل جوه الفتحات اللي انا فتحتها في صدر الرومي. وهعمل كده برضو في الورك نفس الطريقة. يعني انتي كل حتة فيه هتتبل وتبقى طعمها حلو وطرية جدا، واحدة واحدة كده زي ما انتوا شايفين. بصوا عند الوراك برضو نفس الطريقة، خرمت وبعدين ايه حطيت بالحق. الباقي بقى دخلت الزبادي والزبدة علشان طبعا ده ما كانش ينفع ايه احقن بيه. هخلطهم كويس اوي واقلبهم. الزبدة هي يعني في درجة حرارة الغرفة، بحاول اسيحها، انتوا عارفين طبعا الجو الشتا. وهاخد بقى الخليط ده واعمل مساج للديك الرومي كله. طبعا هو من جوه متبل، يعني احنا ما حشيناهوش خضار ولا حشينا رز ولا حشينا حاجه، احنا متبلينه تتبيله حلوه جدا. هحاول بقى يعني طبعا معلش. بصوا اتبهدلت، بس مش مشكله. المهم ان هو ايه يتمسج كويس او مساج كده حلو، وتفضلي تدعكي فيه لحد ما يشرب التتبيله. الرجلين بقى بأي خيط عندك، أي حاجة تعرفي تربطيها بيها تربطيها. يفضل انها تتربط علشان ما تبقاش مفتوحة كده، يبقى شكله مش حلو. في الوقت ده بقى هسيبه في التتبيلة كده حوالي ساعتين، وادخله التلاجة، وبعدين هحضر الخضار بتاعي. انا هستعمل خضار عادي جدا، جزر، فلفل رومي، بصل، طماطم، بطاطس، كوسة، الخضار اللي متوفر عندك هاتيه واعمليه، هتلاقي طعمه حلو جدا جدا جدا. انا قطعته كله على بعضه كده، وهتبله بسرعة بملح وفلفل وباقي البهارات بتاعتنا وبابريكا وشوية بهارات فراخ. وهحط الديك عليها من فوق كده، وهبتدي ايه الصوص اللي نزل منه هحاول ان انا ايه امسجه بيه تاني. طبعا انا عايزه اقول لكل واحده بتعمل ديك رومي، هاتي الكيس الحراري، والله الكيس الحراري هيسويه بسرعه جدا،
وهيخليه مستوي لحد العظم، مش هيشد معاكي ولا هيتحرق ولا اي حاجة خالص، ومش هياخد وقت. يعني انا ساعتين وكنت مطلعاه. يعني طبعا انت بتعلي الفرن على الاخر ويكون سخن في الاول في اول ساعة، وبعد كده بتوطي شوية يعني على 200 مثلا، وبعدين بتسيبيه لحد ما يستوي. بصوا استوى قوي قوي، استوى بصوا لدرجة ان الجلد اتقطع. انا عايزة اوريكم المنظر ده علشان تشوفوا قد ايه هو مستوي. انتوا طبعا شايفين يعني اكتر من كده ايه، انا مش عايزة اجرحه ولا اشده عشان اوريهولكم. طبعا انا هدخله تاني بقى تحت الشواية وفي الفرن لحد ما ياخد لون. اللون تحفة. كنت محضرة رز والمكسرات وكاجو ولوز، وهحط فيهم اللي هحط الديك الرومي من فوق. بصوا المنظر، انا مش عارفة اقول لكم ده كان ايه بصراحة. رائع رائع رائع، وطعمه فوق الخيال. سهل جدا، مخدش وقت. انتي جهزتي حاجتك من بالليل في العزومة، ما تتلخنيش. شوفوا بقى الخضار وحلاوته وطعامته والصوص اللي فيه، حاجة طعمة جدا 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 جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتجربوا طريقتي دي. سهلة، ما خدتش وقت، وفي نفس الوقت متبل ومتشرب من التتبيلة، وبايت فيها او قعد ساعتين. يعني انا حطيته ساعتين بس برضو علشان انا كنت مخرماه كويس من جوه. كان طعمه هايل. بصوا يا جماعة، وعلى فكرة طري 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 لأبعد الحدود. يعني هو مقرمش كده من بره. هي دي الطريقة اللي ايه اللي انا بستخدمها على طول لما بعمل ديك رومي في العزومات او في راس السنة. يعني بيشرفني وبيكون طعمه حلو جدا، واحنا بنحب الطريقة دي قوي. بصوا بصوا تحفة ازاي، ولونه حلو ومستوي كويس ومفهوش غلطة بصراحة، والطعم حكاية. السهل بقى في الموضوع ان انتي عارفة الخطوات كويس وماشية عليها. وزي ما قلتلك الكيس الحراري ده لا غنى عنه. انا بعمل بيه يعني الفراخ في الفرن محشية بتستوي بسرعة. هايل هايل هايل. وفي منه احجام للديك الرومي واحجام صغيرة. بصوا بقى لما قطعته، عايزة اوريهولكوا قد ايه مستوي من جوه وقد ايه فظيع وجوسي جدا. اللحم يا جماعة طري، لاني حقنته، كنت مخرماه وبعدين حقنته بالعصير ده، فكان طعمه هايل. طبعا الزبدة اديته طعم حلو قوي. يعني خلي بالك انتي لما بتدلكي الفراخ او الحمام او اي حاجة بالزبدة بتكون طرية. بصوا بصوا اللحم بتاعه ده مش ناشف خالص، ده طري جدا منفوش من كتر العصارة اللي فيه. لان انا طبعا سويته في الكيس الحراري وكان سريع التسوية وما خدش وقت خالص، ساعتين بالكتير كنت بطلعه. مش معقول على طعمه، مش معقول على جماله. اتمنى يا رب ان انتوا تجربوا الطريقة دي، ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم والفيديو يعجبكم. علوا بقى الفيديو وارفعوه لايكات كتير علشان يعني الناس كتير هتشوف وتشوف الطريقة دي ويعتمدوها، وان شاء الله هتدعولي بإذن الله، لان انا فعلا عاملاه بقلبي وبحب. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. بالهنا.